اسمحوا لي بقى اهو ده اللي ما يخلاش منه ولا سفرة ولا عزومة حلوة في رمضان. بيفرقع منك ولا الرز بيطلع ني؟ لونه ما بيطلعش خطير كده زي المطاعم. طب تعالي النهاردة هقولك على مكون سري هيخلي لون الحمام بتاعك الكل يحلف بيه. مش بس كده، خلطة رز بني بالكبد والقوانص رهيبة جدا. مش هنقول زي المطاعم، ده احلى من المطاعم مليون مرة. لو ما بتعرفيش تعمليه بعد الفيديو ده هتكوني استاذة فيه. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. من البداية كده لما باجي اشتري الحمام بمسك الواحدة كده واحط صباعي من الجزء بتاع الصدر، تلاقيه مليان والحمامة كده كبيرة وماسكة نفسها، تعرفي انها تكون حلوة. وبعد التنظيف هتكون بالشكل اللي انت شايفاه ده، ما شاء الله كده اخده وضعها، مش حمامة صغيرة قوي كده. الراجل بينضفها كويس وبطلب منه ان هو يورقها يعني يفصل بين اللحم والجلد بتاع الصدر علشان اعرف احشيها كويس. بغسلها وانضفها تاني كويس جدا واعمل لها محلول نقع، ميه وملح وليمون وشويه صغيرين من الدقيق. ما بحطش خل علشان ما يضيعش الحته المسكره كده اللي في لحم الحمام. كمان بنقعها 10 دقايق بس مش اكتر، واشطفها كويس جدا واسيبها تتصفى. بحب بقى اعمل كده تتبيله للحمام قبل الحشو والسلق، بتوديه في حتة تانية خالص. في الكبة فرمت معايا حباية من البصل وحباية من الطماطم، وهبدأ ان انا اتبلهم بحوالي ربع معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود، رشة بسيطة جدا من القرفة والحبهان وورق اللوري المطحون، وحوالي ربع معلقة صغيرة من الكمون لو انت بتحبي الكمون مع الطيور. دعكت البصلة والطماطم بالتوابل دي، وهبدأ ان انا ادعك بيها الحمام كويس قوي من جوه ومن بره ومن الجزء بتاع البطن كده. مش قادرة أقولك الخلطة دي بتودي أصلا الطيور في حتة تانية خالص. لو شفتوا فيديو البط بتاعي امبارح، البط الخطير المحمر، عملنا برضو معاه الخلطة دي كده قبل السلق، وهسيب لكم برضو اللينك بتاع فيديو البط في أول كومنت مثبت. هدعك بقى الحمام كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبه بقى يتطعم معايا كده بالتتبيله دي لغايه ما احضر معايا الحشوه. يبقى دي اول خطوه بعملها في الحمام. او حله على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، معلقه من الزبده او السمنه. الزيت عشان يفلفل الرز، والسمنه او الزبده علشان الطعم. نزلت كده بالكبد والقوانص، هم دول كانوا عندي بتوع الحمام فما بياخدوش تسويه خالص. لكن لو هتزودي من بتوع الفراخ حطي القوانص اول وتتشوح كويس، والكبد بتنزلي بيها بمرحله متاخره. شوحت الكبد والقوانص بالشكل ده، وهشوح معاهم التوابل. رشه من القرفه اساسيه كده معايا، حوالي ربع معلقه صغيره، بتفرق قوي في رز الحمام. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره ممسوحه كده من السبع بهارات او توابل الفراخ، توابل مشكله، اي توابل بتحبي تستخدميها. وهبدا ان انا اشوحهم مع بعض مع فص واحد بس من الثوم. ما تستغربيهوش، بيدي بجد للخلطه ريحه رهيبه. هشوح بقى التوابل كده لغايه ما تتحمص معايا. فرمه في الكبه كده حبايه كبيره من البصل، وابدا ان انا انزل البصل بعد ما الكبد والقوانص تتشوح كويس قوي وعلى نار عاليه الكلام ده كله علشان ما تنزلش ميه معايا. هحط مكعب من المرقه بيزود الطعم قوي، لكن لو حابه تستغني عنه مفيش مشكله. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لغايه ما تحسي ان خلاص البصله كده بدات ان هي تدبل معاكي. في المرحله دي اغسلي الرز مصري بدون نقع متصفي كويس جدا، يعني الرز مغسول وبدون نقع ومتصفي كويس. وابدا ان انا انزله معايا على الخلطه الحلوه دي. والرز بقى بتاع الحمام، كل واحده من الحمام بتاخد بمقدار كف ايدك من جوه كده من الرز. انا بحب ازود شويه لان بحطه كده تحت الحمام في التقديم وبناكله معاها. حطي بقى معلقه كده من الصويا صوص اللي هي البني دي لو عندك، عايزه اقولك بتفرق جدا في اللون. لكن لو مش موجوده استغني عنها، لكن لو موجوده ضيفيها، بتدي لون بني حلو قوي للرز كده زي بتاع المطاعم. ضفت معلقه كبيره من الصويا صوص وهقلب بقى كويس جدا. وطبعا احنا لسه ما ضفناش الملح معانا. هبدا دلوقتي اضيف الملح بقى حسب كميه الرز اللي قدامي، استخدمت حوالي معلقه صغيره. كل ده النار عاليه وانا بشوح دلوقتي الرز كويس قوي لغايه ما الرز يسخن ويشكشك كده معايا بمعنى اصح. في المرحله دي هبدا بقى ان انا انزل عليه بالميه المغليه. لازم الميه تكون مغليه طالما سخنا الرز كويس قوي. كمان مقدار الميه اللي بضيفها اقل من المقدار الطبيعي اللي المفروض يساوي كميه الرز اللي انتوا شايفينها دي. واسيبها على نار عاليه الرز يتشرب الميه، اهدي عليه وطبعا مغطياه لغايه ما يستوي عندي 3/4 تسويه. 3/4 تسويه يعني تفتحي على الرزايه تيجي تدوقيها كده
تلاقيها من بره مستوية بس قلبها لسه ني، هو ده اللي انا محتاجاه. بطلع بقى شوية على قد ما انا هحشي واسيب الرز يبرد معايا تماما تماما. ما تحشيش الحمام والرز سخن علشان ما تحسيش ان هو كده زفر معاكي. لما الرز يبرد بقى تعالوا نشوف خطوات الحشو. انا بحشي الحمامة على 3 مراحل. اول مرحلة الجزء بتاع البطن كده بحشيه، وما تزوديش قوي، يعني سيبي مساحة ان الرز ده لسه هيستوي معاكي، فسيبي له مساحة يستوي فيها. خلصنا حشو البطن، بحط بقى معايا من الجزء اللي فوق الصدر، الجلدة اللي فوق الصدر دي ببدأ برضه املاها بالحشو كده. واهم حاجة امليها بالحشو طبقة كده رفيعة وبططيها علشان الرز ده لسه هيستوي معاكي. تالت مرحلة الجزء بقى الجلد بتاع الرقبة. انا بقطع الرقبة زي ما انتم شايفين في الصينية كده، بحاول ان انا اخلي الجزء بتاع الجلد ده فاضي علشان املاه اكتر حاجة بالرز. بصراحة بيكون احلى حتة في الحمامة كلها. هبدأ دلوقتي ان انا احشي الجزء ده، وبحط كده الرز وابدأ ان انا ابططه كده واخليه مفرود جوه الحمامة عشان شكلها يكون مظبوط، وكمان يكون فيه مساحة للرز كله ان هو يستوي. هحط بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابطط كده زي ما انتوا شايفين لغاية ما الحمامة تتملى معايا بالرز، وعاطيه مساحة كمان للرز ان هو يستوي فيها. اخر حاجة بقى ببدأ ان انا اكتف الاجنحة بتاعتها وراها، وكمان الرجلين دي بجيبها زي الاكس كده او عكس عكاس، وادخلهم في الفتحة اللي موجودة تحت دي. كده الحمامية اتكتفت معايا وتمام جدا. ببدأ ان انا اسويها، اظبط الشكل بتاعها، انزل كده اي رز زيادة عليها وهي كده جاهزة معايا. ظبطي بقى الشكل بتاع الحمامة، اي رز مكلكع معوج اي حاجة، عشان الشكل اللي انت هتعمليه دلوقتي هو اللي الحمامة هتستوي عليه. تحاول اخليها مفرودة كده بالطول، بيكون شكلها حلو قوي بعد التسوية. كده تمام جدا ما شاء الله، خلصت الكمية كلها، ما بياخدش وقت في الحشو خالص. تعالوا نشوف بقى التسوية، وهي اهم حاجة علشان ما يفرقعش منك. انا دايما في الطيور بحب اشوحها، لكن الحمام لازم ينزل معايا كده في مية مغلية، مية كده على النار كميتها مناسبة، او الحلة يكون كمان مقاسها مناسب للحمام اللي عندك. حطيت حباية بصل، حباية طماطم، وباقي التتبيلة اللي انا كنت عاملة بيها الحمام البصل والطماطم. وحطي معاكي رشة فلفل اسود، رشة حبهان وورق لوري، رشة كمون، ورشة كمان من القرفة، حاجة بسيطة قوي كده تطعم معاكي الشوربة. والرقب كمان بتاع الحمام حطيته معايا في الشوربة. واول ما الميه تغلي ابدا ان انا اسقط فيها الحمام. الحمام بينزل معايا على الظهر مش على الصدر. النار بتاعتي دلوقتي نار عاليه عادي جدا. طبعا اول ما بتنزلي الحمام التسويه بتاعت الميه بتبدا تقل، او الغليان بتاع الميه بيقف. لما الميه ترجع تغلي مره تانية بهدي النار بتاعتي لنار متوسطه، ولا نار هاديه الحمام يفرقع، ولا نار عاليه الحمام برضه هيفرقع. نار متوسطه. والغطا بسيبه مهوي كده علشان اي بخار يبدأ ان هو يخرج معايا اثناء الغليان. بسيب الحمام بيقعد تقريبا على الساعة من 40 ل 45 دقيقة. بعد حوالي نص ساعة ببدأ ان انا اضيف له الملح، وبيقعد كمان ال10 دقايق دول كده في التسوية. بجيب خلة، شوكة، سكينة، اي حاجة اغرزيها معاكي في الجناح. لقيتي بتدخل وتخرج بسهولة والجناح مستوي، كده الحمامية استوت عندك. ببدأ بقى ان انا اخرجهم واسيبهم زي ما انتوا شايفين كده يبردوا وينشفوا ويشدوا كده من الهواء شوية. بعد كده ببدأ بقى ان انا ادهنهم بالمكون الرهيب بتاع التحمير. شوية كده من الحليب، حوالي معلقتين او ربع كوباية حسب بقى كمية الحمام اللي عندك. احط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. وتعالوا بقى نحمر الحمام واقول لك فايدة الحليب ايه. اولا معايا طاسة فيها زيت كده غزير على النار، وحطيت فيها مكعبين كده من الزبدة. الزبدة كمان علشان فيها نسبة حليب مش قادرة اقولك بتخلي لون الحمام عامل ازاي، وطعمه وريحة بقى مش معقولة. اولا النار بتاعتي نار متوسطة والزيت سخن كويس قوي. ما تحمريش الحمام على نار هادية علشان ما يفرقعش، ولا على نار عالية علشان برضو ما يفرقعش. خلي النار بتاعتك نار متوسطة. بحط الحمام بقى بعد ما ادهنه بالحليب على طول انزله في الزيت اللي انتوا شايفينه. وخلي بالكم علشان بيطرطش كده شوية او بيفرقع، لان الزيت طبعا بينزل فيه الحليب كده، فتاخدي بالك من النقطة دي. اول بقى ما بحط الحمام، اول ما يلون من جنب اقلبه على الجنب التاني، والاجزاء كده اللي مش بيوصل لها الزيت بتاع الطاسه بالمعلقه بحرص كده ببدا ان انا كاني برش عليها الزيت بمعنى اصح. ما اقدرش الحمام كده يكون حته وحته، لازم كله يكون لون موحد على نار متوسطه بقى لغايه ما الحمام كله ياخد معاكي اللون الموحد الرهيب اللي انت شايفاه ده من الحليب. يا جماعه مش بيخلي الحمام طالع اللون الذهبي الاصفر، بيخليه طالع اللون البني المحمر الرهيب كده بتاع المطاعم. مش قادره اوصفلك
الشكل بتاعه بيكون عامل ازاي. تعالوا بقى نطلع كده وبصوا اللهم بارك على اللون والجمال والشكل خطير. حطي بقى الحمام كده وحطيه على الرز اللي احنا سيبناه يكمل التسوية بتاعته وقدميه بألف هنا. لون وطعم وشكل وجمال مفيش بعد كده. جربوه، متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.